السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم في فيديو جديد؟ الحمد لله خلصنا المواد الغير مضافة واتدربنا على جو اللجنة، شفنا اماكننا وعرفنا حاجات كتيرة، وياريت يكون الموضوع ده هداكوا شوية وعرفكوا على جو لجنة الامتحان اكتر. متنسوش ان انتوا تكملوا الفيديو ده للاخر وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. للاسف القناة بتاعتي الاساسية متهكرة، فانا بنشر على القناة دي. حاولوا ان انتوا تعملوا له لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل الناس اللي كانت متابعاني على القناة التانية، وكمان اشتراك في القناة علشان نكبر هنا لو لا قدر الله القناة التانية ورجعتش. بس باذن الله انا شغالة في الاجراءات اللي هي ترجعها باذن الله. حاولوا انتوا تعملوا لايك للفيديو ده وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. طيب اول حاجه عايزه اقولها لكم هي ان في ناس كتير مستقلين بالعربي، يعني في ناس كتير بتبعت لي بتقول لي يا مي العربي ماده سهله معايا، فعايزين ان هم يذاكروا مواد تانية جنب العربي وخلي العربي مثلا يومين او كده. فالناس دي انا بقول لهم ممكن مثلا اول يومين هو اللي حل جنب العربي حاجه، مثلا هحل فيزياء، هحل كيمياء، المواد اللي هي قدامها ايام قليله دي، بحيث ان انا ما انساهاش، وبحيث ان انا لو في حاجات لسه مش متظبطه معايا في المواد دي اظبطها خلال اول يومين. لكن من يوم 19 انت لازم تركيزك التام مع العربي. بالنسبه للناس اللي هي كويسه جدا في الماده ولماها، ولكن معظم الناس انا شايفه ان 5 ايام اللي هم من يوم 17 من النهارده لحد يوم 21 هم دولت يعني مناسبين جدا للعربي، وبلاش نقلل عنهم وبلاش ان احنا نستقل بالماده. وحاولوا ان انتوا كده الاول تجيبوا شامل، تحاولوا تحلوه في العربي، شوفوا هتحلوه في قد ايه وشوفوا هتجيبوا كام غلطه. لان انا برضو مثلا في امتحانات الكليه كنت في ماده كنت مفكراها سهله جدا، فلما جيت احل عليها لقيت ان انا مش عارفه احل، فاللي هو دماغي كانت مستسهله الموضوع، ولكن في الحقيقه الماده كانت عايزه مذاكره. فما تستسهلوش باي ماده، حاولوا ان انتوا تواجهوا نفسكم كده، شوفوا هتعرفوا تحلوا الشامل في قد ايه. على الاساس ده قرروا انتوا هتاخدوا مواد جنب العربي ولا لا. انا لازم اكرس الايام دي للعربي بس. تاني حاجه بالنسبه للايفات المدرسين اعمل فيها ايه؟ زي ما قلت لكم انا نزلت سالت عن لايفات المدرسين وناس كتير جاوبت عليا. اول حاجه المدرس لازم ان انت مثلا بتاخد سنتر، فما تجيش تقول انا هقعد بقى اتفرج على لايفات المدرسين بعد ما نزلت في السنتر وضيعت وقت، كمان اضيع وقت على اليوتيوب. فلا، انت نزلت سنتر وقررت ان انت هتنزل في ليالي الامتحان سنتر، فاكتفي بيه وبلاش ان انت تضيع وقت كتير على اليوتيوب. تيجي تذاكر اللي انت خدته في السنتر كويس وتذاكر اللي عليك كويس، وبعد كده لو في حاجه واقفه معايا هي اللي هدخل اشوفها، لكن ما اقعدش بقى على اللايفات واضيع وقت عليها لو انا بنزل سنتر. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه، لو انا بقى باخد كله اونلاين واصلا كنت مع مدرس في المراجعه النهائيه، ما غيرش المدرس ده لو هو مستواه كان مناسب معايا وشرحه كان مناسب معايا في المراجعه النهائيه، علشان مش لازم ان انا اروح مع المدرس اللي كل الناس رايحين له او اتفرج على المدرس اللي كل الناس بتتفرج عليه، ولكن المهم ان انا اتفرج على المدرس يكون طريقه شرحه قريبه ليا، ويكون احسن كمان لو انا سامع الشرح ده من نفس المدرس قبل كده. ده هيخلي الشرح يثبت معايا اكتر. المفروض ان انت تكون بتذاكر لوحدك اصلا، مثلا صاحي من الساعه 4 الفجر بتذاكر لحد الساعه 9، اللايف هيبدا مثلا الساعه 9 الصبح، انا خلاص مذاكر اصلا المحتوى اللي هيبقى مشروح في اللايف، بحيث ان انا هحل مع المستر عليه في اللايف كاني نزلت سنتر، فاهميني؟ او اني انزل المذكره دي واحلها لوحدي وادخل بس اشوف الاجزاء اللي انا معرفتش احلها، اتعامل مع اللايف بمعنى اصح كانه فيديو، مش ان انا اقعد على اللايف بنفس السرعه بتاعته، فاهميني؟ تمام. فدي تلخيص لكل الردود اللي جات لي. قالوا لي ان اللايفات ما تنفعش لوحدها، ما ينفعش انت تتفرج على اللايف وبعد كده تنام كده انا خلاص خلصت مذاكره، لان اللايف برضو محتاج ان انت تذاكر جنبه وتكون في مجهود ليك لوحدك جنبه. مذاكره العربي ذات نفسه النهارده 17، فالمفروض ان بقى على الامتحان 5 ايام بالظبط. المفروض ان هو اليوم اللي قبل الامتحان ده انا بسيبه لمراجعه حاجتين: اخطاء ليالي الامتحان واخطاء المراجعه النهائيه، وبعد كده بحل شوامل فيه. ده المفروض اللي بعمله في اخر يوم قبل الامتحان اللي هو يوم 21 باذن الله. اما الايام اللي قبل كده فبتبقى المراجعه الاساسيه. اول يوم اللي هو النهارده المفروض ان انا ببدا بالحاجات اللي انا ضعيفه فيها. في ايه؟ في الادب والنحو. الاول ببدا في النحو كده، احدد الوحدات اللي انا مش فاكراها خالص او ضعيفه فيها، وهبدا بالوحدات ديت علشان ادي لنفسي فرصه ان الوحدات دي ارجع اراجع عليها تاني واثبت المعلومه، لان طبيعي لو مثلا الوحده دي اول مره اشوفها او انا ضعيفه فيها ابقى محتاجه اراجع عليها تاني. تسمعوا شرح مراجعه نهائيه سريع، وبعد كده تبداوا ان انتوا تقراوا الدروس دي سريعا وتحلوا عليها من نفس كتاب المراجعه النهائيه عادي، او لو انتوا معاكم كتاب ليالي الامتحان سواء بتاع مدرسكم او كتاب كيان برضو بتاع ليالي الامتحان كويس جدا. ايا كان، المهم ان انتوا يبقى معاكم حاجه تحلوا منها، مش معاكم حلوا نفس كتب المراجعه النهائيه وخلاص، ما تعقدوش نفسكم. حاجه انا بختار كل يوم 3 وحدات نحو ودرسين ادب، ودرسين ادب بعد ما بخلصهم الاول بقرا الدرس الادب كويس، وبعد كده ببدا ان انا احل عليه.
لو معاكم كتاب كيان برضو في معادلات ادبيه كده بتعرفكم ازاي تحلوا الادب كويس. لو انتوا اول مره تسمعوا عنها يعني حاولوا ان انتوا تجيبوها وتحلوا عليها، لانها بجد بتسهل جدا 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 حل الادب. فكتاب كيان من اقوى الكتب الصراحه اللي بتقدم حل في الادب. ابدا ان انا اقرا الادب كويس. لو انا مش عارف احفظه او انا اصلا مش حافظاه، هجيب كتاب المفاهيم واشوف الحاجات اللي موجوده فيه، خلاص انا اطمنت ان هي موجوده وهفتحها لما يجي الامتحان. لكن الحاجات اللي مش موجوده هي اللي انا هعمل هايلايت عليها كده واكد عليها كويس جدا جدا في الحفظ بتاعي، بحيث ان هي لو جت باذن الله ابقى عارفه ان انا احل عليها من غير ما تكون موجوده في المفاهيم. وبرده زي ما قلت لكم اصلا الادب ما بيبقاش محتاج حفظ صم قد ما بيكون محتاج ان انت تفهم وتطلع المدرسه الادبيه من خلال الابيات بتاعتك، بيكون في علامه مميزه. فدي اهم حاجه، ان انا بعد ما بخلص الادب بحل عليه، بعد كده بدخل لدرس النص المرتبط بالادب اللي انا خدته. عشان كده بقول لكم خدوا مدرستين ادب بس في اليوم. عارفه ان في ناس هتقدر تراجع الادب كله في يوم واحد، ولكن الافضل ان انا اخد درسين ودرسين النص المرتبط بيهم، بحيث ان انا اقدر اراجع عليه، لان النص مش هيفرق معايا قوي غير ان هو هياكد لي على سمات المدرسه ديت بس. اكتر من كده مفيش. اكد بس على المعاني الغريبه في النص اللي موجود في المنهج. لو انتوا ما خدتوش الحاجات دي من اول السنه ما تربكوش نفسكم برضو، عادي خالص. ممكن انتوا تعملوا سكيب بالخطوه ان انا اشوف النصوص ديت وتحلوا نصوص متحرره على طول. ولكن لو انتوا واخدين النصوص اللي موجوده في المنهج عندكم من اول السنه، مش قصدي ان انتوا حافظينها، قصدي ان انتوا المدرسين شارحينها لكم وشارحين لكم نواتج التعلم بتاعتها، اقراوها سريعا بحيث ان انتوا تاكدوا على السمات اللي انتوا خدتوها في الادب. بعد ما اخلص بقى ابدا ان انا احل نصوص متحرره وقراءه متحرره على قد ما اقدر. وكل يوم احاول ان انا احل شامل، يعني بعد ما اخلص ال3 وحدات نحو ودرسين الادب بالنصوص بتاعتهم احل شامل. 19 باذن الله احاول ان انا اكون خلصت النحو والادب على قد ما اقدر، بحيث ان يوم 20 ده هراجع فيه برضو تاني على الوحدات اللي انا كنت ضعيفه فيها وخدتها النهارده. من ناحيه ان انت النهارده راجع من الفرنساوي تعبان، فممكن تكون مش قادر تذاكر بالكفاءه العاليه قوي، وفي نفس الوقت ان انت تكون اكدت على الوحدات الضعيفه تاني. واخد بقى القصه والتعبير. القصه والتعبير حابين تاخدوها زي ما مدرسكم هينزلها تمام، حابين تاخدوها في يوم 20 ده تمام جدا. المهم ان القصه انا كنت بعمل فيها ايه، انا بس كنت بشوف الفيديو بتاعها مع المدرس بتاعي. انا كنت باخد عن مستر وليد محسن، الفيديو كان صغير جدا، انا بس شفت الفيديو وبعد كده قرأت القصة سريعا واكدت على المواقف المهمة اللي ممكن استشهد فيها بالاجابة على سؤال معين. ان انا بعد ما اشوف فيديو القصة اقرأها كويس وبعد كده احل بقى كتير على قد ما اقدر موازنات، اول مع مدرس وحل نفس الموازنات اللي حلتها مع المدرس تاني لوحدك، وبعد كده حل لوحدك بقى موازنات. وطبعا يعني يا جماعه اللي بيسال عن مصادر الحل انا هنزل لكم كتير جدا مصادر، ولكن الاول انت بتلتزم بالمصادر اللي مدرسك منزلها. لو جاي مصادر الامتحان زي كيان زي ما قلت لكم، بعد كده بقى كتب المراجعه النهائيه، علشان عارفه ان في ناس كتير معاها كتب المراجعه النهائيه ما خلصتش. فعادي جدا انت بعد ما بتخلص حاجات ليله الامتحان تخلص كتب المراجعه النهائيه. احنا بنمشي بالاولويه، مش لازم اكون مخلصه كتب اول السنه وكتب المراجعه النهائيه تماما. كلنا يا جماعه حرفيا كان معانا كتب وما خلصتش. انا كان معايا كتب كتير لو حكيت لكم عنها يمكن يعني اسمائهم غريبه اصلا، لان ما عادش في ناس بتجيبهم. بس بجد مش لازم خالص ان انت تكون مخلص كل كتب المراجعه النهائيه دلوقتي. لا بقى في التعبير بنفس الطريقه، ان انا شفت الفيديو بتاعه وبعد كده بدات ان انا اقرا الموضوعات اللي المستر حاططها لنا، وبعد ما بقرا الموضوع بقوم مخبيه عليه وكاتبه عن نفس الموضوع. يعني مثلا الموضوع بيتكلم عن الابداع والمستر كاتب لنا موضوع مثال يعني على اللي ممكن يتكتب فيه، اقراه وبعد كده اكتب لوحدي موضوع عن الابداع. انا برضو لو في كلمه الاملاء بتاعها صعب استبدلها بكلمه بنفس المعنى بس الاملاء بتاعها اسهل. ابعدوا خالص عن الهمزات، لان بجد دي اكتر حاجه عارفه ان هي بتغلط في التعبير. فحاولوا ان انتوا مثلا كلمه فيها ابنائهم مثلا فهبدلها باولادهم. ايه المشكله يعني؟ بلاش ان انا ادخل نفسي في زون الهمزات ده علشان ما اقعدش افكر كتير وممكن اغلط فيها غصب عني. والاستشهادات برضو انا بحفظ استشهادات معينه، لو جالي موضوع ايا كان بقى احاول ان انا اقربه للاستشهادات اللي انا حافظاها دي. يعني مش لازم ان انا اجيب استشهادات عن الموضوع بالظبط. احنا الموضوع عندنا كان عن الابداع تقريبا، كنت كاتبه عن العلم او عن العمل الاستشهاد بتاعي، بس ربطته بان مثلا كل ما نتقدم في العلم اكتر كل ما هيبقى ابداعنا اكتر. فده اللي انا عملته، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او كما قال الله تعالى، وكتبت الاستشهاد اللي انا حافظاه. فعادي جدا اتعلموا ان انتوا تقربوا الاستشهاد اللي انتوا حافظينه للموضوع اللي انتوا بتكتبوا عنه. كنت كتبت 4 موضوعات او 5 في ليله الامتحان، وما كنتش كتبت في المراجعه النهائيه على فكره كتير خالص. يعني
حتى لو كتاب بيان ده انا كنت بحل اللي هو النماذج الشامله بتاعته، بس ما كنتش بحل التعبير بتاعها. جيت بقى في ليالي الامتحان بدات ان انا احل ايه التعبير بتاع النماذج الشامله اللي انا كنت حلها قبل كده، بس ما حلتش كله الصراحه. يوم 21 لو انا مثلا صاحي من الفجر، هبدا ان انا من الساعه 4 الفجر لحد الساعه 9 براجع على الاخطاء بتاعتي في كتب ليالي الامتحان وكتب المراجعه النهائيه. حوالي 5 ساعات بديهم للاخطاء بتاعتي خلال ليالي الامتحان والمراجعه النهائيه. بشوف مثلا الاول اخطاء النحو، بعد كده اخطاء الادب والقراءة المتحررة. لو انا كاتبة ملاحظات على الحل بتاعي اللي هو مثلا يمي لاحظي الارقام، يمي لاحظي انك تقسمي الفقرات وهكذا، لان اكيد يعني مش هرجع ان انا اقرا اللي هو القراءة المتحررة كلها علشان اعرف انا كنت غلطانة في ايه. بالنسبة للاخطاء بقى كتب اول السنة، او لو انا مثلا جايبه كتب زياده في المراجعه النهائيه، دي هسيبها بالليل خالص، اللي هو يعني لو بقى وقت بالليل تمام. لكن انا من الساعه 9 بقى للساعه 3 العصر المفروض ان انا ابدا احل امتحانات شامله بتايمر، بحيث ان انا ما اديش لنفسي فرصه في الامتحان اكون عشوائيه او مش عارفه احل بوقت. اجيب الساعه بتاعتي وابدا ان انا اظبط الوقت، كل امتحان احط له ساعتين، وابدا اقلل الساعتين دول برضو لساعتين الا ربع لساعه ونص، بحيث ان انا احاول احل الامتحان في اسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت اكون مركزه. امتحان واحد احله بالبابل شيت يوم 21، باقي الامتحانات احلها عادي من غير بابل شيت كامل طبعا بالمقال بتاعه، واحاول اركز في كل سؤال. وطبعا زي ما قلت لكم في طريقه حل الامتحانات، انا دايما اي سؤال اقابله مش عارفاه ما تدوش وقت اكتر من دقيقه ونقل على السؤال اللي بعده. بجد ده حاجه بتسهل جدا حل السؤال الصعب، لان السؤال الصعب غير ان هو بيستهلك طاقتك وبياخد وقت باقي الاسئله، هو كمان بيوترك. برضه في ترتيب حل الامتحان تبداوا بالادب والنحو، وبعد كده النصوص، بعد كده القراءه المتحرره. زي ما قطعه القراءه المتحرره عليها مثلا 10 درجات، النحو برضه عليه 10 درجات، بس الفرق ان النحو حاجه مضمونه اكتر وحاجه تاخد معاك وقت اقل، على عكس القراءه المتحرره اللي ممكن تاخد معاك وقت كبير جدا وتستهلك طاقتك، وفي نفس الوقت هي مش مضمونه كلها. فلازم الاول ان انا اركز على المضمون، احل النحو، بعد كده الادب، بعد كده النصوص والمقالي، وبعد كده احل القراءه، وبعدها اخر حاجه بحلها القراءه المتحرره، او ممكن احلها في النص بحيث ان انا ما تاخدش معايا وقت كبير. حل الشوامل دي اعلمها لنفسي واشوف الاخطاء بتاعتي، لو مثلا غلطت في درس نحو معين ارجع اراجع عليه تاني. ودي بجد من اكتر تركات اوائل الجمهوريه، ان انا غلطت في حاجه ارجع اراجع على الدرس بتاعها تاني، بحيث ان انا اكد على المعلومات دي تاني. اخر حاجه بقى ان انا بتابع المدرس بتاعي، سواء هو منزل لايف سواء هو منزل فيديوهات مهمه، بتابعها بقى من الساعه 3 او من الساعه 4 لحد اخر اليوم. وبحاول ان انا انام بدري على قد ما اقدر، عارفه ان اليوم ده بيبقى فيه ارق شديد، ولكن نحاول ان احنا حتى نريح دماغنا، ننام على قد ما نقدر بدري. تليفون يا جماعه، تليفون انا ذات نفسي في الكليه اهوت، التليفون بالنسبه لي بقوم قافلاه واحطه في الدولاب، وحرفيا ساعات بنسى اصلا حطيته فين وقاعده ادور عليه بعد ما اخلص مذاكره. فالاول اقوم قافلاه واقوم بعدها عني وافضل اذاكر طول اليوم، ابقى كاتبه اللي انا هعمله. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وبس، مع السلامه.